اخر نجم لمع في سماء الفيوم رفض عرض ال 2 مليون دولار من ريال مدريد. الحكام قالوا عليه ده مش مدير كوره يا جماعه، ده مهمته ان هو يضغط علينا بس. عبد الحفيظ ماشي سيد، ماشي سيد ومعدي وعايز يعدي منتهى الخطوره وهوبا. ايه ده يا سيد عبد الحفيظ؟ ايه ده يا سيد عبد الحفيظ؟ الله اعلم. ادي سيد يا سلام يا ابو السين. اتولد النجم سيد عبد الحفيظ في اكتوبر سنه 77 في قريه الجلمشات محافظه الفيوم. مش انت بتقول القلمشات؟ قلمشاي جلمشه. يا ريت يا جماعه في الكومنتات تقولوا لنا هي الجلمشه ولا الجلمشات، يعني عدلوا لنا الموضوع. طلع من اسره على قد حالها كده، يعني غلابه، يعني زي حالاته زي حالات سلومه كده. وكان طبعا زي بدايه اي حد من المشاهير الكبار يعني ولاعبين الكره الماهرين بيلعب في الشارع كده، اللي هو بيمشي بقى من غير شبشب بقى. امه يعني كانت خايفه عليه دايما من اللعب في الشارع وكده، بيقعد بقى يتلم على الاصدقاء السوق وبيرجع بقى متاخر الساعه 1 بالليل و2 بالليل. فقالت لابوهم بقى بقول لك ايه بقى يا ابو العيال بقى، مش هينفع بقى الواد يفضل مرمي في الشارع طول النهار والليل كده واحنا مش عارفينه بقى هيلوج مع مين ويروح هنا وهناك، فاهم؟ فشوف لنا حل القصه دي. لا ولا رايحك ولا يهمك يا ست الكل، هنوديه يلعب في مركز الشباب. طبعا يا جماعه مركز الشباب ده بالنسبه للقرى كانه يعني ايه استاد القاهره مثلا. كابتن سيد وقتها بقى كان انتمائه كله للنادي الاهلي، لدرجه ان هو كان دايما بيطلب من عمه عبد الحفيظ ان هو يروح يحضر الماتشات بتاعه النادي الاهلي يعني في الاستاد وكده. فضل يحلم ان هو يلعب مع النادي الاهلي لحد ما بقى عنده 12 سنه، وفعلا قدم في اختبار الناشئين للنادي الاهلي سنه 89. انا مش عارفه البتنجانيه كلها بايظه، هفضل اقشر فيها لحد فين يعني. وكان ساعتها بقى كابتن حسام البدري يا جماعه هو اللي ماسك الناشئين. واول لما شاف سيد عبد الحفيظ وهو بيلعب قال له ده ايه ده؟ ايه الجمال والعظمه دي؟ ايه الحلاوه دي؟ انت من النهارده معانا، احنا يا حاج شوف هتاخد كام في الواد ده ونخلص، الواد ده هيمضي عقد معانا حالا. مع ان يعني يا جماعه المفروض ان هو كابتن حسام معروف ان هو راجل يعني ايه بيقعد يقطم في اللعيبه ويبكتهم كده، يعني مثلا ايه ما يعجبوش العجب ولا الصيام في رجب. اي حد يعمل حاجه حلوه يقعد يقول له هي دي كوره اللي انت بتلعبها دي؟ هي دي كوره؟ ده انت فشلتني، ده انت تعبتني، ده انت هتطلع روحي. فسبحان الله كان مع سيد عبد الحفيظ يعني اغرم كده، اتجنن بقى، قال مش معقول اللي انا شايفه ده. تحط بقى اللي هو شنو هذا ماشي عشان بحبه قوي. المهم يعني يا جماعه ان اليوم ده كابتن سيد طبعا كان مبسوط جدا، ورجع مع والده للقريه مبسوط، وقرروا ان هم يعملوا عقيقه. واهل القريه بقى احتفلوا بيه وقالوا له الف مبروك يا حاج، الف مبروك، الف نهار ابيض، الف مبروك، الف مبروك. فضل كابتن سيد يلعب مع الناشئين من 12 سنه ل 17 سنه. كان واد كده ايه من الاخر يعني ما شاء الله ربنا يحفظه، يعني واد حريف كده في الملعب، ينزل ما يعملش غير ان هو يسدد اجوان. انت شغلتك ايه؟ انا بسدد اجوان. ما اعرفش هو كده انا بحسده، اللهم لا حسد او بحسد يعني، لكنه كان احسن يعني يا جماعه في الاسيست وفي صناعه الالعاب. والله نفس المعنى، ايش هذا؟ ده غير طبعا مهاراته في الدفاع يعني، لان هو ما شاء الله يعني عنده قوه جسمانيه كده، الله اكبر. ربنا يحفظك، ربنا يحفظك يا كابتن سيد والله. وعشان كده لعب في مركز الظهير الايمن. الظهير الايمن يا جماعه يعني اللي هو ايه بيسدد ضربات حره مباشره. ساعات يعني طبعا يعني عشان هو كان جامد جدا كانوا بيخلوه ينزل يلعب في خط الوسط. يعني خط الوسط ده اللي هو بيبقى ايه متخصص ان هو يقعد يجيب في جوال بس. وبسبب تألقه مع الناشئين كان هو الباك اليمين العظيم يعني، وقتها كان اجمد واحد في الجامدين. وطلبوا الكابتن سيد الطباخ ان هو يلعب في النادي الاولمبي في الناشئين تحت 16 سنه. وفعلا كابتن سيد ما خيبش امله. بص اسمح لي يا كابتن بقى، انا هقول سيد كده ايه عشان احنا ايه ولاد بلد يعني، وايه وفي عشان بينا يعني، فاسمح لي اقول لك ايه ان سيد ما خيبش املهم. سيد بقى يا جماعه كان بيقطع ميه ونور على المهاجمين، وغير كده رجله كانت قويه لدرجه ان هو سجل اكتر من 18 جول في مسيرته مع المنتخب الاولمبي. وده يعني يا جماعه رقم كبير يعني بالنسبه لواحد بيلعب خط وسط وباك يمين، مش راجل مهاجم يعني، مش هدفه بس ان هو يدخل يجيب اجوال. امال لو كان يا جماعه هدفه بقى ان هو يجيب اجوال بس بقى، كان تفتكروا بقى سيد كان هيجيب كام جول؟ يا ريت يا جماعه في الكومنتات تقولوا لنا الاجابه. الحقيقه يا جماعه يعني انا مش مدربه يعني، وما بفهمش في الكوره قد كده يعني، على قد زي ما انتم شايفين ان انا على الله. ولكن يعني كنت اقترح على المدربين ان هم كان ممكن يعني يستخدموا سيد كجناح يمين يعني، ويلعب كده زي محمد صلاح في الملعب يعني، ولا ايه يا سلومه؟ مش كان يؤدي احسن من كده؟ سنه 96 سيد كان خلاص كبر بقى ما شاء الله، بقى عنده 19 سنه. 96 يا جماعه انا كنت لسه بقول يعني ايه على السكر اوكر. يا ريت يا جماعه كده تخمنوا في الكومنتات سن كام، بس يعني يا ريت تصغروني قد 10 15 سنه كده، عشان ايه محدش يقول سن الحقيقي، عشان ما اعرفش ليه الستات بتزعل الصراحه، بس انا برده من الستات وبزعل مش عارفه ليه. الفريق الاول للنادي الاهلي كانوا محتاجين وقتها باك يمين، فمين بقى يا جماعه الباك اليمين بقى اللي هيصعد من الناشئين؟ ها مين يا شطاطير؟ يلا برافو عليكم، هو ايه الكابتن بتاعنا الجميل بطل الحلقه. اول ماتش رسمي لعبه كان قدام الاتحاد، وانتهى الماتش 3-1 للاهلي. سيد كان محبوب الجماهير وكان واخد صيته وشهره اكتر كمان من المهاجمين بتوع النادي.
النادي. النجم الكبير لويس فيجو يا جماعه ده كان بيلعب في انتر ميلان وبرشلونه. حد يسالني يقول له طب يا زوزة احنا دلوقتي بنتكلم عن كابتن سيد، ايه علاقه فيجو ده بالموضوع؟ عزيزي المشاهد بلاش تسرع وتهور، هقول لك الموضوع. الفكره يا جماعه ان من كتر ما كان فيجو لعبه شبه الكابتن سيد عبد الحفيظ شبهوه بيه، عشان كده يعني جمهور الريال سموه كابتن فيجو عبد الحفيظ. ومن اشهر الاجوال اللي الكابتن سيد جابها، بصوا يا جماعه برده مهما كان الهبه يعني ليها كلمتها، يعني برده انا قلت لكم ان انا هقول سيد من غير كابتن، بس برده لساني مش هين عليا ان انا اقول سيد حاف كده يا جماعه. من اشهر الاجوان اللي جابها كابتن سيد عبد الحفيظ كان الجول اللي هو جابه في فريق الترجي التونسي في نص نهائي ابطال افريقيا. الجول ده خد جايزه افضل جول في البطوله كلها. الله يا جماعه شوفوا الحلاوه والطعامه، ايه التشميسه دي، ايه التشميسه الجامده دي، لا 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 ايه ده ايه ده ايه ده ايه ده، الله 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 بوب. شنو هذا؟ شنو هذا؟ طبعا يا جماعه ما ننساش يعني الرأسيه اللي جابها في سان داونز في البطوله. الله 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 الله، ايه يا جماعه الارتقاء ده؟ تقولش كريستيانو في زمانه يا اخواتي؟ ايه الطعامه دي؟ ايه اللذاذه دي؟ سنه 99 جريده الاهرام نشرت خبر بتقول فيه ريال مدريد بعت للنادي الاهلي يعني بعت لهم يعني ايه كده فاكس يقولوا له احنا عاوزين كابتن سيد مقابل 2 مليون دولار. 2 مليون دولار بس؟ لا يا اخويا ولا رقم، ابننا يا اخويا ما يتقلش بالدق ويكونوا باعوه. ابننا يا اخويا ما يتقلش بالذهب، ايه يعني 2 مليون دولار؟ لا طبعا ما ينفعش، وفعلا متهيألي طبعا ما باعوهوش صح؟ رفضوا. شفتوا انا عندي حق. كابتن سيد يا جماعه رفض العرض لان النادي الاهلي كان محتاجه، وهو طبعا معروف بالوفاء والولاء والثناء وكل الحاجات الحلوه دي. وكمان يا جماعه لان وقتها قوي يعني ما كانتش منتشره ثقافه الاحتراف في الخارج، وساعتها كانوا المصريين شايفين الكره عباره عن اهلي وزمالك بس. كابتن سيد عبد الحفيظ يعني بيقول لو رجع بيه الزمن لورا تاني كان هيوافق على العرض على طول وبال 2 مليون دولار. بس هو صدق يا كابتن سيد انت عندك حق فعلا، لو كنت وافقت ورحت في سنه 99 ب 2 مليون دولار كنت كده تتالق وتظهر اكتر طبعا، ونجمك بقى يلمع في نوادي اوروبا، وكان ممكن بعدها ايه مثلا برشلونه ياخدك مثلا ب 100 مليون، لا مش عايزين نافور قوي كده يعني، كان ممكن بعدها نادي برشلونه ياخدك ب 20 مليون. بس ما هو برده نادي برشلونه يا جماعه فقران برده مش هيدفع الفلوس دي كلها، الموضوع معقد. وبالمناسبه يا جماعه دي كان من ضمن الاسباب اللي خلت ريال مدريد يجيب لويس فيجو، يعني هم طبعا كانوا عايزين اي حاجه من ريحه كابتن سيد، اي حاجه من ريحته. طبعا زي ما احنا عارفين يا جماعه ان كل حاجه حلوه عمرها قصير، مسيره كابتن سيد عبد الحفيظ خلصت بدري. كابتن سيد لما قال لرئيس النادي ان هو عايز يعتزل يعني خلاص وحس ان هو عمل اللي عليه وزياده يعني، فرئيس النادي قال له يا ابني اصبر شويه كده، نبعتك مثلا السعوديه مثلا نعمل لك عقد عمل هناك اعاره كده ولا حاجه تجيب قرشين حلوين يسندوك في الزمن ده، وبعد كده يعني بقى تعالى اعتزل براحتك يا عم مش هنقول لك حاجه، بس امن مستقبلك ومستقبل العيال، مثلا نبني لك عماره ولا افتح لك مشروع وكده يعني. وفعلا ده اللي حصل. كابتن سيد راح نادي الوحده السعودي سنه 2005. سنه 2005 كان الريال بكام؟ يا ريت يا جماعه في الكومنتات تكتبوا لنا في سنه 2005 كان الريال بكام، يعني احنا مش هنحسب طبعا كابتن سيد بس عايزين يبقى عندنا معلومه يعني ايه نعرف بس فرق العمله. وبعدها بسنه واحده بس رجع ولعب اخر موسم ليه مع النادي الاهلي، يعني هو حب ينهي مسيرته الكرويه مع النادي اللي هو بيحبه واللي ولاؤه وانتمائه ليه، يعني ما حصلش حاجه يعني لما راح سنه ورجع، يعني هو برده انتمائه للنادي الاهلي يا جماعه ما تحبكوهاش قوي، دي سنه يعني ما فيهاش حاجه يعني، مش هنعلق لراجل المشانع عشان سنه يعني ساب فيها النادي. لا اله الا الله يا رب. تعرفوا انتوا مثلا هو كان عايز يعمل ايه ولا محتاج الفلوس في ايه؟ بيقولوا بنى عماره، مش صح ولا ايه كده يا جماعه؟ على القلب الميت خالص. كابتن سيد معاه شقه في التجمع. اخر ماتش لعبه كابتن سيد كان سنه 2006 قدام المقاولين العرب. وبالمناسبه يا جماعه ان سنه 2006 دي كانت بدايه كابتن محمد صلاح برده فرعون قلبي وحياتي في نادي المقاولين العرب، كانت اول سنه ليه مع الناشئين. تحسوا يا جماعه كده ان نجم اعتزل ونجم طلع. اعتزل كابتن سيد وهو عنده 29 سنه يا جماعه، ودي من الحالات النادره جدا اللي يعتزل فيها لاعب وهو في السن الصغير ده، يعني احنا زي ما احنا عارفين ان اغلب لاعبي كره القدم بيعتزلوا مثلا على 55 على 60، لكن ان هو يعني يعتزل يا جماعه وهو عنده 29 سنه دي كانت محيره جدا وغريبه. فقد الشغف تقريبا او انطفى. هو قال ان انا مش لازم يعني اكتب اسمي في التاريخ، يعني مش لازم اقعد اهلك في نفسي لحد سن ال 55 ولا ال 60، كفايه لحد 29 كده يعني وابقى اداري او حاجه زي كده. ده يا جماعه السبب الظاهري اللي قاله كابتن سيد، لكن انا الحقيقه يعني من جوايا حاسه ان هو انطفى او فقد الشغف، حاسه بكده الصراحه. يا ريت يعني لو كابتن سيد يعرفنا برده ده السبب الحقيقي ولا هو فعلا انطفى. بعد اعتزاله مسك منصب مدير اكاديميه الاهلي فرع المنصوره، وبعدين اشتغل مدير كوره في النادي الاهلي قبل ما يديله النحو على طول. معروف عن كابتن سيد يا جماعه ان هو بيقصف الجبهات وقاعد ما شاء الله على السوشيال ميديا. اتمنى يعني الفيديو ده لو وصل لك يا كابتن سيد اي منكش كده عشان احنا ايه بنحب الريتش. بص بقول لك احنا مجانين ريتش، ارجوك تحقق املنا، ترد علينا بقى بكومنت بفيديو بقى اللي انت قول اللي انت عايزه، اي حاجه منك عسل زيك كده.